وأخيراً وصلني جديد من عزوزتي، ومن دون مبالغة جديد عزوزتي من أحلى الجديد اللي دقته في حياتي. درت بيه رشدة مبكبكة، واليوم دشيشة بالجديد. من كتر ما قلتولي لازم نجرب الدشيشة بالجديد، وأخيراً حنجربها. لو في أكلات تانية تندار بالجديد قولولي ولازم نجربهم. نحط الجديد في طنجرة وفلفل حار، ملعقة ونص طماطم معجون، توم مهروس أو مبشور، فلفل أحمر، ونخلوهم يتقلوا مع بعض شوية. بعد ما تقلى الطماطم في الزيت نضيفوا كركم وشوي قرفة وفلفل أسود عشان يتفاعل مع الكركم ويعطينا الفوايد كلهم. ملح حسب الذوق، طماطم فريش ونقلوهم شوية. نضيفوا نص لمية، والدشيشة حسب الكمية. لو طنجرتك كبيرة هلبة كوب، ولو متوسطة نص، صغيرة ربع كوب. نغسلوها ونضيفوها على المرقة. نضيفوا باقي المية وحمص ونخلوها لين تطيب. بعد ما تكون جاهزة نضيفوا توم ونعناع مجفف، وبس. أحلى وأسهل منها ما فيش. وفعلا كيف ما قلتولي الدشيشة أحلى بهلبة بالجديد. لو تبوني نجرب وصفة تانية من اقتراحاتكم قولولي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش المتابعة.